ادي الحدود البلجيكيه هنا، ادي بلجيكا، احنا هنا في فرنسا. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3. مرحبا بكم كلكم في بلجيكا، بلد تانية في سكتنا هنا من باريس لامستردام، وهي هولندا. مرحبا بكم، استنوا كده، مرحبا بكم كلكم في هولندا. كلنا عارفين ان كل حدود الدول في الاتحاد الاوروبي مفتوحة على بعض ومفيش اي حدود ولا نقط تفتيش، فناس كتيرة لما بتسافر اوروبا بتتمنى تزور اكتر عدد من الدول في سفرية واحدة، ولكن في معظم الحالات الموضوع بيفشل لانه بيلاقوا ان اسعار القطارات والطيران غالية جدا. في الفيديو ده هقول لكم على ابلكيشن جامدة جدا هتخليكم تسافروا جوه اوروبا بارخص طريقة، وكمان تستمتعوا بكل لحظة في السفرية. انا والمصور سافرنا من باريس لامستردام ب 25 يورو بس للواحد. اهلا بكم كلكم في فيديو جديد. احنا حاليا في باريس عاصمة فرنسا، وطلعت في دماغنا ان احنا نطلع نسافر امستردام عاصمة هولندا النهارده. صحينا من النوم قلنا احنا عايزين نسافر امستردام. دخلنا على الطيران، لقينا ان هو الطيران الوحيد اللي بيسافر بين باريس وامستردام اير فرانس وكيلم. دخلنا على اير فرانس، لقينا ان زي ما شايفين التذاكر بفوق ال 600 يورو. تخيلوا لما تذكره للفرد فوق ال 600 يورو. بعدين كليمون صديقتي الفرنسيه قالت لي طيب ما تسافر بالقطر. دخلنا على القطر التاليس اهو، لقينا ان هو القطر بيروح ما بين امستردام وباريس، ما بين باريس وامستردام، بتبقى التذاكر بتاعته بتبتدي من 135 يورو للشخص. 135 يورو الستاندرد، الكومفورت ب 155، البريميوم ب 205. اسعار غاليه جدا جدا جدا، يعني بالسعر ده انا ممكن اسافر من هنا بالطياره لحته تانية بعيده خالص عن اوروبا. ولكن كليمونس طلعت بفكره رائعه وقالت لي على ابلكيشن جامده جدا، بلا بلا كار. دي ابلكيشن جديده في اوروبا، الناس كلها بتستخدمها عشان تشير العربيه، نفس العربيه او نفس الباص بيشيروا مع بعض الفيز ويسافروا من اي حته لاي حته. So how it works like we go and we find people going to this. We just have to search Paris and Amsterdam. ندخل كده نشوف هنعمل ايه. هنلاقي ان احنا بندخل على الابلكيشن وبعدين بندخل نلاقي باريس. اوكي so we just check Paris and then Amsterdam and then we search and then 2 people and then we search. So we find 2 cars and 1 bus going. في دخلنا جوه الابلكيشن لقينا في واحد اسمه صامويل، في واحده اسمها ايلين، واحد اسمه صامويل، وفي باص رايح من باريس لامستردام. صامويل الريتنج بتاعته كويسه جدا، 4.7 من 5، فهنختار ده. وبعدين ناكد الميعاد. يا سلام، تمام، 53 جنيه استرليني هيبقى هو دي للشخصين مع بعض. الراجل هيمشي من كمان نص ساعه، واحنا عشان نوصل له فيها اكتر من نص ساعه، فنشوفكم لما نشوف عمنا صامويل. وصلنا الحمد لله هنا، لقينا صامويل مستنينا بالعربيه بتاعته، كله تمام التمام زي ما شفنا في الابلكيشن بالظبط. احنا هنبقى اسرع من القطر السريع هنا، هنوصل من باريس لامستردام تقريبا في ساعتين مع صامويل. ماشي على تقريبا 200 السكه، ايه الطياره، الله يبارك. So we'll be faster than the Thalys. But hopefully we arrive well. واحتفالا ان احنا دخلنا هولندا الحمد لله بصحه وعافيه، وان شاء الله في طريقنا. احنا دلوقتي في روتردام في طريقنا الى امستردام، انا وصامويل وخالد. جبنا اشترينا بيتزا عشان ناكل ونعيش حياتنا، لان احنا من الصبح ساعه ما ركبنا العربيه في باريس وهم تقريبا ما وقفناش غير بس عشان اصور لكم الحدود، ما اكلناش ما شربناش ما عملناش اي حاجه. وصلنا امستردام الحمد لله بعد ما ركبنا بلا بلا كار مع صامويل. 3 دول في نفس اليوم، فرنسا، بلجيكا وهولندا. 3 countries in one day. One day. Perfect. You have been very good. Thank you for taking us. 5/5 ريتنج، 5/5 الريتنج بتاعه. وبجد انا مبسوط جدا. راجل السكره اللي يجي هنا او يروح فرنسا وعايز يروح اي حته حواليها، اي دوله حواليها، لازم يكلم صامويل على بلا بلا كار. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير، وتابعونا صفحتنا الرسميه على الفيسبوك اجاجوفيتش، تعملوا فولو وصفحتنا الرسميه على اليوتيوب اجاجوفيتش، تعملوا سبسكرايب، فعلوا الجرس عشان خاطر يوصلوكم فيديوهاتنا جديده اول باول. صفحتي على الانستجرام اجاجوفيتش فيها صور فيديوهات حصريه مش موجوده في اي حته ثانيه. اشوفكم على خير باذن الله في حتت ثانيه كتيره جدا. ان صامويل عايز يروح يكمل حاجته وياخد ناس ثانيه معاه في العربيه، واحنا عايزين في ناس مستنيانا. اشوفكم على خير ان شاء الله. سلام.